أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر. النهاردة مع تيتا ميري هنعمل أحلى وأطعم كحك متضفر محشي. الطعم خطير. يلا ودلوقتي يا حبايبي عندي كام قطعة لحمة مسلوقة. أنا فرمتها، وكام واحدة ساسج. فرمت اللحمة مع الساسج بقوا بالشكل ده، وحطيت لهم حبة ماجي وحبة فلفل أسمر وقرن فلفل أخضر. وعندي الخلطة دي بتاعت الكفتة هضيفها عليهم، وعندي قرنين فلفل ألوان، وعندي كزبرة خضراء اهي. وهعمل الخلطة هدعكها كلها مع بعض، وهشوف ان كنت احط لها ملح ولا حاجة، يعني هظبط التتبيلة بتاعتها. وبعد كده دلوقتي بقى عندي اللحمة بالساسج، حطيت عليها الفلفل وحطيت عليها الكزبرة الخضراء، ودلوقتي تبلتها التوابل اللي انا حباها. ودلوقتي بقى حطيت حبة جبنة مبشورة اي نوع انت حباه، وحطيت بياض بالطين، وخليت الصفار على جنب علشان هنحتاجه دلوقتي للوش. عندي العجينة دي عبارة عن كوباية لبن بالطين، ملح، حبة ملح صغيرين، معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة فورية. بنحط دقيق على قد ما بياخد. انا عامله بدقيق الاسمر اهو. وبنعملها عجينه كده وبنسيبها تخمر، وهتبقى بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما قطعت العجين وحدات بالشكل دوت، واهو اللحمه برضو عملتها كور بالشكل ده، وجهزت سمسم، وادي الصينيه اللي هنحط فيها، والصفار بتاع البيض حطيت له يا دوب حبه فلفل اسمر بس. ودلوقتي بقى هناخد بالقطعة. دلوقتي يا حبايبي فردت قطعة العجين، كبرتها شوية، ودلوقتي هعملها على 3 قطع اهو بالشكل ده كده اهو. وبعد كده كل قطعة من دول هحط عليها حتة لحمة اهي. ممكن طبعا اكتر، ممكن اقلل براحتي، وهفردها بالشكل كده يا حبايبي. وبعد كده هاخد كل قطعة هقفلها، الفها كده هقفلها خالص اهي. هعمل ال3 قطع بالشكل ده، قفلتها يا حبايبي بالشكل ده. وبعد كده دلوقتي بقى هجيب صفار البيض اهو، وهعمل كده للوحدات بتاعتي اهو كده. هدهنهم كلهم بالشكل ده اهو كده اهو. والقطعة دي كمان اهو. وبعد كده دلوقتي بقى هجيب السمسم بالشكل ده يا حبايبي. وبعد كده دلوقتي بقى هضفرها، هعمل كده، هحط كده، اقفلها حلو، وهضفرها، هعملها ضفيرة في ال3 بالشكل ده يا حبايبي. بعد ما فردت العجينة اهو هنعمل كده اهو، هنقفلها بالشكل ده كده. وهنعمل التانية كده برضو، هنقفلها بالشكل ده اهو كده. هنعمل الوحدات بتاعتنا كلها بالشكل ده يا حبايبي، لميتها على بعضها. ودلوقتي بقى البيض، صفار البيض، وهنعمل كده اهو. هندهن الوحدات بتاعتنا بالشكل ده، وهنجيب السمسم اهو بالشكل كده، وهنحط في الصينيه اهو يا حبايبي. اخدت قطعه عجين برضو فردتها، وهعملها. اعملي الاشكال اللي انت حباها، الخلطه رائعه. بصي اهو هنعمل كده، هنقفلها بالشكل ده يا حبايبي بالشكل ده. عملنا العجينه، شكلناها بالاشكال اللي احنا حابينها اهو. بالحشوه مش لازم تكون لحمه، ممكن فراخ، ممكن بسطرمه، ممكن جبنه، الحشوه اللي انت حباها. مش هنحطها في الفرن على طول، هنسيبها حوالي نص ساعه، هنغطيها ونسيبها حوالي نص ساعه. وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 350، ولما تخرج هوريها. وهو يا حبايبي الشكل النهائي للغدا الجميل اللي عملناه مع بعض، وبألف هنا. باي باي.